السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ لولي البحراوي. النهارده هنعمل عيش التورتيلا. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، وبقى مكون كده جديد ليه في منتهى الجمال. هيخلي طعمه في حته تانية خالص، وهيخلي قوامه حلو جدا، وهينفع معانا بقى في سندوتشات الشاورما او الكسديه او الكسادية. وهنعمل منه اكتر من وصفه. قبل ما نبدأ الفيديو بس نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعدين نشوف مقاديرنا السهلة البسيطة جدا، ونشوف النتيجة الحلوة اللي احنا شايفينها للعيش دي هتطلع ازاي. مقاديرنا بقى سهلة وبسيطة جدا. عندي دول 350 جرام من الدقيق الأبيض العادي بتاع المخبوزات، وعليهم نص كوباية من الدقيق الذرة الأبيض، أو دقيق الذرة الأصفر لو مش موجود دقيق ذرة أبيض، و3 معالق كبار من الزيت، يعني تقريبا ربع كوباية من الزيت، ومعلقة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومية للعجن. حطينا كده كل المكونات الجافة على بعض، وضفنا عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هنقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعض، ونخلطهم كويس كده مع بعض بالمعلقة، وبعدين نبدأ نضيف عليهم 3 معالق كبار من الزيت. عايزه اقول لكم بقى ان العيش ده طعمه روعه، وبيفكرنا دايما بعيش امهاتنا وجداتنا زمان. العيش الفلاحي الطري اللي كان بيبقى من خليط بين الدقيق الابيض ودقيق الذره، او دقيق القمح ودقيق الذره. يعني بصراحه هتنبسطوا قوي قوي من الوصفه دي. بضيف الميه الدافيه بقى كده بالتدريج، والميه تبقى دافيه مش عاديه، لا لازم، رغم ان العجينه بتاعتنا ما فيهاش خميره، لكن الميه الدافيه برضو بتخلي الدقيق كده يتشرب الميه كويس قوي، وقوام العجينه يبقى مظبوط. هي بتاخدش عجن كتير، يعني بالكتير 5 دقايق، وهنلم العجينه على بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا العيش دايما، اي نوع عيش لما بنعجنه شويه حلوين بنخلي الجلوتين اللي في الدقيق يعلى ويربي عرق، وده بيبقى حلو جدا في نتيجة العيش، وبيخليه يطلع هش كده. وحتى لو مش محتاجينه انه يتنفخ زي وصفة النهاردة، مش محتاجينها تكون منفوخة ولا حاجة، لكن برضو بيخليه هش وجميل. هنقطع بقى كده العجينة كلها على 8 9 كده قطع تقريبا، او حسب ما انتوا عايزين. لو محتاجين الرغيف يكون اكبر من كده، بس هو هنا كان مقاسه مظبوط جدا. هقطعها واعملها برضو ايه كور كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وارشها على مفرش العجين عليه شوية من الدقيق، واقفل عليها كده كويس جدا. وبعد كده بقى ايه، هحطها برضو في الطبق كده، انقلها في الطبق واغطيها واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كمان. كل ما ريحنا العجينة يا جماعة في اي نوع من انواع المعجنات، ده بيخليها تبقى سهلة قوي معانا في الفرد. هنفرد بقى العيش رغيف رغيف كده زي ما احنا شايفين، رش الرخامة شوية من الدقيق، ونبدأ نفرد عليه العجينة. طبعا العجينة ما شاء الله بتفرد بسرعة جدا زي ما احنا شايفين، لان هي ارتاحت كويس قوي. خدت وقتها حوالي 20 دقيقة بعد ما عجناها، وبعد ما قطعناها وعملناها كور سيبناها كمان 10 دقايق. بصوا كده في منتهى السهولة ومنتهى السرعة بنفرد العيش، وفي منتهى الجمال هتطلع معانا احلى نتيجة دي. هنفرد العجينة بس من غير ما نرققها قوي برضو، علشان ما تتقطعش مننا. كده وصلنا تقريبا للحجم اللي احنا عاوزينه للرغيف بتاعنا. ما نرققوش بقى اكتر من كده. خلاص كده ده سمك ممتاز جدا جدا، على قد كورة العجين اللي احنا عاملينها اساسا. لو حابينه بقى اكبر من كده في الحجم، يبقى من الاول بنقطع العجينة على 5 أو 6 رغيفة بس، مش على 9 زي ما احنا عاملين. في طاسة سخنة بقى على النار، وعلى نار متوسطة، ولا عالية قوي ولا هادية قوي. بنبدأ بقى نسوي العيش بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يا دوب بنديله ايه حوالي 30 ثانية كده على كل وش، وهو ما بياخدش وقت خالص في التسوية. بيطلع معانا لونه روعة بالشكل ده. بنعمل طبعا كل العجينة بنفس الشكل اللي احنا شفناه من شوية، ان احنا بنفردها على شوية من الدقيق لحد ما نوصل للحجم اللي احنا شايفينه دوت، وبعدين نبدأ نسويه. كل رغيف هنطلعه هنضيفه بقى في صينية او في طبق، ونغطي كل كمية العيش بكيس بلاستيك، وكمان بفوطة، علشان لو غطيناه بفوطة بس ممكن برضو ينشف معانا. واحنا طبعا عاوزين نحافظ على طراوته،
علشان لو عايزين نلفه شاورما او نعمل بيه كسادية او نعمل بيه اي وصفة تانية احنا حابينها. سهل جدا وكمان طعم جدا جدا، وريحته بقى بتملى البيت كده ريحة عيش يعني خطير. اصلا اضافة دقيق الذرة دي بتخلي طعم العيش وريحته تجنن. بصوا بقى هنا بعد ما خلصنا كل الكمية، انا شلت الكيس البلاستيك بس عشان ابدأ اوريكم، وشلت كمان الفوطة. بصوا طراوة العيش معانا عامل ازاي، لسه طبعا بيدخن كده محتفظ بحرارته، وطالع معانا بالجمال بقى اللي احنا شايفينه ده. بصوا بقى، وعن ثقة الوصفة دي احسن 100 مرة من الجاهز، وعن تجربة انا جبت عيش التورتيلا او التورتية من بره كتير، ده احلى منه بمراحل. وجربوا وان شاء الله انتوا هتعرفوا بنفسكم لما هتجربوا. زي ما قلنا بقى انه متعدد الاستخدامات، ينفع نعمل بيه بقى كسادية او تاكوز، او نعمل بيه سندوتشات كفتة او بانيه او كل اللي احنا عاوزينه. كده خلاص خلصت وصفتنا للنهاردة، اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات على الكل لو حابين يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة اول باول. والسلام عليكم.